في يوم رقم غريب رن عليا، فلما رديت لقيته أحمد. فرح، أنا عايزة أشوفك. ما كدبتش خبر، جريت على المكان اللي قالي عليه، وجوايا نار لو شافته بس هتحرقه. جوايا كلام كتير ولوم وعتاب طول الطريق، وأنا بتخيله قدامي وأنا بصرخ فيه: ليه عملت فيا كده؟ وليه أذيتني كل الأذى ده؟ أنت ما شفتش مني غير كل حب وكل خير. لكن أول ما شفته اتغير كل ده. سكت. اتصدمت من شكله وهيئته، كان باين عليه الهم والحزن والعجز، أكنه كبر 100 سنة مرة واحدة. أول ما شفته قلت له: مالك يا أحمد؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ بصلي والدموع في عينه وقال لي: فرح، أنا بحبك، بحبك ومش قادر أعيش من غيرك. ما حسيتش بنفسي غير وأنا بقول له: وأنا كمان. قال لي: نتجوز في السر. ساعتها خفت إن أضيع حب عمري من إيدي مرة تانية، وقلت في نفسي: لأ، المرة دي مش هسمح بكده أبدا. عارفة إنه غلط، بس وقتها كنت في لحظة ضعف، خوف، حب، مش عارفة. بس اللي كنت متأكدة منه في الوقت ده إني ما صدقت لقيته تاني. شفت